بعيد عنك كنت قاعده بروق في الاوضه ولقيت ده رقم جلوسي ايام ما كنت في ثانويه عامه. بصيت كده الرقم الجلوس وفي ثواني معدوده عدت عليا ذكرياتها كلها وقلت ياه، عدت ازاي دي؟ عدى عليها 4 سنين. هلوز. من ضمن المواقف اللي انا افتكرتها كنت قاعده في درس الكيمياء، كنت قاعده في اول بنش او اول ديسك، كان اول يوم بيريد، والفتره دي ما كنتش بشرب ميه كتير او ما كنتش بشرب ميه خالص. ففجاه وانا قاعده بطني وظهري وجنابي لحد ركبي وجعني وجع مش طبيعي. كنت حرفيا بتلوى في الحصه لدرجه ان انا كنت عماله افرك واعيط، وحتى محدش سالني مالي. كانوا اطول ساعتين عدوا عليا في حياتي. كنت مستنيه الحصه دي تخلص باي شكل لاني كنت هموت واروح، والحمد لله ساعتها ما كانش ورايا بعدها حاجه. اول ما الحصه خلصت انا فجاه اتخشبت في مكاني مش قادره اقوم. لميت حاجتي بالعافيه، قمت بالعافيه. الطريق ما بيني وما بين درس الكيمياء 5 دقايق بالظبط ماشي، يعني قريبين من بعض. انا خدته في ربع ساعه من كتر ما انا مش قادره اتحرك. بجر رجلي خطوه ورا التانيه وعماله اعيط في الشارع مش قادره اتمالك خلاص. كنت ساكنه في الرابع وشايله طبعا كتب كتير جدا على ظهري، فكان الموضوع صعب قوي. وصلت بالسلامه، رميت نفسي على السرير وهاتك يا عياط وهاتك يا صريخ لحد ما امي نجدتني وعرفت تتصرف. ربنا يخليها لي بصراحه، هي كانت شايلاني في السنه السوداء دي. انا من النوع اللي ما كنتش بغيب خالص. لو انا مش مذاكره او مش عامله واجب بروح انضرب ولا اني اغيب. ايا كان التعب اللي كنت بتعبه كان لازم اروح الدرس، اللي هو بقى عشان ما يفوتنيش الشرح وما احتسش بعد كده والكلام ده. نجيب شفشق النسكافيه بتاعنا، نشيل البتاع ده عشان ما بعرفش اشرب منه، ودي من ضمن العادات السيئه اللي انا خدتها ايام ثانويه عامه، النسكافيه والقهوه بشفاشق. من ضمن المشاكل برضو اللي انا واجهتها هي ان انا عندي فرط حركه، ولسه اول مره اتعلم ازاي اذاكر كان في ثانويه عامه. تركيزي كان قليل جدا، وكان اقل حاجه حرفيا كانت تشتت انتباهي، لدرجه ان انا بدات اشك ان انا عندي ADHD، بس مش قوي يعني، مش للدرجه دي. وده كان بيخليني اخد وقت كبير جدا في ان انا الم اي حاجه اكتر من اي بني ادم طبيعي. ومع الغباء بتاعي في قله النوم فده طبعا كان بيزود الطينه بله. من ضمن الحاجات المتخلفه اللي كانت بتيجي في بالي هي ان النوم يساوي تضييع وقت، بمعنى ان انا داخله السنه دي وحاطه في دماغي ان انا لو نمت كده انا بضيع وقت، وحتى لو هنام اخري من 2 ل4 ساعات، ولو نمت اكتر من 4 ساعات بضيع وقت اكتر في ان انا اعيط وانب في نفسي ان انا ضيعت وقت في النوم. عارف وانت تخلف. وده طبعا كان اكبر غلط. ليه؟ انا لو ما نمتش كويس استيعابي هيقل، تركيزي هيقل، فقله النوم عباره عن تضييع وقت اكبر خلال اليوم. فاهمين حاجه؟ اللي هو يعني زي الفل من 6 ساعات ل7 ساعات ونص، في الرينج ده انت زي الفل. وكنت في ثانويه عامه كمان ماسكه موبايل قد كده هو معفن، اللي هو يا دوب بيقول الو بالعافيه. وكنت ساعات انسى الفلوس في البيت، وفي مره ركبت تاكسي ما لقيتش معايا غير شويه فضه، والراجل مرضاش ياخدهم ونزلني من التاكسي. ومدرس الكيمياء كان يقعد يضرب فيا لحد ما طلعت من عنده ورحت الاتنين برايفت، وكنت انا اللي بمشيهم، ودي الماده الوحيده اللي قفلتها في النتيجه يعني. سبحان الله. مع ان دي كان اكتر ماده انا كنت فاشله فيها بالمناسبه، وبالرغم ان الفيزياء كانت اكتر ماده انا شاطره فيها لاني نقصت فيها 5 درجات. فهي في حاجات كده ملهاش مقياس تدخل تتفاجئ جوه. سنه مليئه بالعجائب. ومع كل ده للأسف جبت 95.6% كنت علمي علوم، وما دخلتش الكلية اللي أنا عايزاها اللي هي كانت علاج طبيعي، لأن أنا كنت ميالة بشكل كبير للتغذية والعضلات والحاجات الحلوة دي. وكانت السنة بتاعتي الحاجة الوحيدة اللي نزلت مرحلة تانية هي علوم، ودخلتها. أنا جايبة مجموع علوم بالظبط. وعلى فكرة عمي كان عايز يدخلني اسنان خاص عشان هو عمي دكتور اسنان، بس لو خلاص انا رضيت بمصيري وهكمل فيه، ملهاش لازمة الشحططة يعني. انا بقول الحمد لله 1000 مرة دلوقتي فعلا، مع اني متمرمطة جامد في الكلية، بس يعني بقول يعني لو كنت دخلت كلية علاج طبيعي كان زماني لسه فاضل لي سنة، وانا حاليا على اخري لو عايزه اتخرج باي شكل. زائد ان الكليات الطبيه دي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا، ان في حياه بني ادم تحت ايدك كده، وانا عدمت المسؤوليه بصراحه. دخلت سنه اولى الدنيا عدت زي الفل، جبت تقدير دخلني كيمياء حشرات بالظبط. برضو تحس ده مصيري، ده الطريق بتاعك، لو ربنا بيقول لك ده الطريق بتاعك. دخلت سنه تانية طلعت الاولى في الترم الاولاني، جت سنه تالتة شلت 5 مواد، جت سنه رابعه ربنا يستر بقى يعني مستنيين نشوف اللي هيحصل. ودلوقتي انا متاح لي ان انا اعمل حاجه بحبها جدا جنب الكليه طبعا، وهي ان انا قاعده دلوقتي قدام الكاميرا وبتكلم معاك، وان انت واصل معايا للدقيقه دي وسامعني، وشكرا لوجودك. ولو انت ثانويه عامه فاتمنى ان انت تكون في احسن حال وتوصل للي بتحلم بيه. الطريق مهما كان صعب لو مشيته لاخره هتبقى فخور بنفسك وتقول ياه I did it. في النهايه مهما كانت النتيجه
الاحسن ان انت ما تندمش ولو للحظة انك ما عملتش اللي عليك. وحتى لو انت طول السنة مقضيها هزار ولعب، ابدأ من دلوقتي وخدها جد، وبرضه ربنا هيكرمك عادي جدا. بس ابدأ وما تقولش بكرة وما تقولش بعده، لا قوم سيب الموبايل وابدأ دلوقتي، عشان بعد كده هيبقى احساس صعب جدا لما تقول يا ريتني كنت عملت اللي عليا. بس ستش، هي دي قصة حياتي. باي.